السلام عليكم، على السلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا مليح ومهانين بيان سور. سلطان المائدة تاع بجاويين اللي هو النقاش بوصفة سهلة بزاف، طريقة بسيطة. بسم الله. خديت هنايا كيلو فارينة، ضفت لها 250 غرام تاع سمن تكون طرية، و 250 غرام تاع زبدة تكون دايبة، وعندي 50 غرام بودرة الحليب الجاف، قارصة تاع الملح، مغرفة كبيرة لا بودر تاع مزهر. حاجه الاولى نروح ندوبو هذيك الزبده، ولا تكون عندكم طريه خلوها طريه. ضفت هنايا نص كاس تاع مزهر اللي هو 100 مليلتر، وعندي 200 غرام تاع سكر رطب، كاس غربع، وحبه بيض كامله. وضفت بغرفه صغيره تاع خميره الحلوى، راهي درتها في فارينه، مغربلتها مع فارينه. هنا اللي دوبت هذيك الزبده، نروح نوجدوا الخليط اللي نلمو به لاباط. خديت هذاك مزهر وسكر، خلطهم مليح، نحطهم ندفيهم بك فوق الفرن، ماشي نطيبهم، ندفيهم بك. نعاودو نولو لاباط تاعنا، نبسس، ندخلو كامل هذيك الفارينه مع السمن، نقعدو نبسوهم بيديا حتى تحسيه بلي تشمخ بالسمن. انا هنا اللي خلطت معاكم غير كيلو، بصح كي طفيت الكاميرا زدت خلطت كيلو ورطل واحد اخر. هنا ندخل باش تحصلوا على كميه صغيره، هو كيلو يخرج الله يبارك. هنايا نبدا نبسس مليح هذيك فارينه مع السمن. شوفوا هنا شغل تحصلوا عليه شغل رميله تدخل بمليح هذاك السمن والفارينه. هنا خديت هذيك حبه بيض، نخلطها بالخف، خاطش السيغو تاعنا راهو دافي. هنا باش البيض تاعنا ما يطيبش لازم نخلطوه بالزربه. نبقى نفرغ بشويه ونلم لاباط تاعنا. هنا قلت لكم تقدروا تضيفوا قشور قارص ولا قشور برتقال، يعطيلو نكهه هايله. نبقى نلم لاباط تاعنا، ما نعجلهاش، نلمها بك بين 7 هنا كما نشوف لاباط باللي مازالها تحتاج تعسير ونضيف لها، ما نضيفوش على ضربه باش ما تعجنناش لاباط، ونبقى نضيف فيه بشويه. انا درت لي كامل هذيك الكيله، انا هاي اللي كان نلم مانيش نعجن فيها. بالنسبه لكم حابين تخدموا بها غدوه من داك، تقدروا تبيتوها ليله كامله تجي خير وخير. شوفوا كيفاش تحصلنا على لاباط، لازم تكون هكا ليس ولا طريه، تعرفوا باللي خاص ما تحتاج تسيروا. انا درت لي كامل هذيك الكيله، ولا كنتو حابين تخدموا بها، انا كنت حنخدم بها هذيك دقيقه، وجدت درتها 10 دقائق في فريغو تشد روحها. ولا كنتي حابين تدخلوها على ساعه ساعه، تقدروا ديروها في الفريجيدير من تحت. نروحوا الغرس حندير لكم فيديو وحده. خديت هنا ديروا قاعده، كل كيلو فارينه تحتاج 600 غرام تاع الغرس. كل كيلو فارينه عندنا 600 غرام تاع الغرس. خديت هنا مغرفه كبيره تاع زبده، وعجنته بالمزهر ولا بالماء، تبقاي تعجنيه فيه. كي تشوفيه تعجن تحلكم، ضيفي له هذاك الزيت، 2 مغارف كبار تاع الزيت ولا 3. هنا بديت نخدم باش نشارك معاكم. كل صراحه التصوير يشد بزاف اليد، على بها بديت ننقص ونخليكم واحد 4 حبات نوريهم لكم. الحاجه الاولى نفتح هذيك لاباط وزنتها 40 غرام، ولا فاكس وزنتها 12 غرامات. الا درتوها كعكعات توزنوها 45 غرام ولا 43 غرام، والغرس توزنوه 15 غرام حتى 17 غرام. انا درت هاد شغل هليلات، درتها 12 غرام تاع الغرس و40 غرام تاع لاباط فار العجينه. نفتحها هكا شكل حربوش، ولازم لاباط تاعنا نحلوها رقيقه تشوفي بلي الطابله هذيك راهي تبان من تحت. ونلوي هكا كما نلوي نزير باش خرج لها النفس ديالها. نبقى هكا نلوي ونشكلها، نسيب في الوسط، نخشنها شويه، نقوصها شويه بك. هاي ليك الخط هذاك ديما يجي من تحت، وهذاك الليس يجي من الفوق. نعاود معكم حبه تانية، نفتحها على شكل مربع، ونسيي نحل لاباط تاعي تكون رقيقه تبان الطابله تاعنا من تحت، ولا بلان دو طرافاي تاعكم يولي يبان من تحت.
نفس الطريقة نبدا نحل لاباط تاعنا، ما تحلوش بزاف عريض باش ما تحصلوش فيه. نضيف الغرس ولا التمر ونشكلو حربوش تاعنا، كوما ندور نزير. طريقة سهلة بزاف. وصدقوني لاباط هذه اللي حيبداو يتعلموا النقاش تجيهم سهلة، خم طريقة تاع زمان. ياسر طريقة تاع زمان هايلة تانيك، نفس النتيجة، بصح هذه تعاونكم بالبزاف. ديما هذاك الخط نديروه من تحت هايليك تحسن عليها. دوكا حنبدا معكم النقاش، نولي ديما الحبه اللي درتها الاولى كوما تخدموا 10 حبات تنقشوا، ماشي تكملوا كامل كاطو. كوما تنقشوا، كوما تخدموا 10 حبات تبداي تنقشي وغطيه الكاطو تاعك وما طيبيهش. دوكا طيبيه كي تكملي كامل الكاطو تاعك تشعلي تما الكوشه باش تبداي طيبيه. شوفوا كيفاش ننقش. انا النقاش شاركت معكم شحال خطره وقلت لكم لا حابه تتعلم النقاش عشاك فدير اون بات وتنقش فيه. كوما ننقش في هذيك بلاصه، شوفي نعاود نولي ليها هذوك السنين، نعاود نرجعهم هذيك بلاصه اللي جوزت عليها. ركزوا هاي لك، حاولت نقرب لكم بزاف تشوفوا كيفاش درت. ما تبعدوش النقاش تاعكم، خاطر تبعدوه ما يجيكم شباب. وتانيك لو كانت تزيروا عليه بزاف ما يجيش شباب، لو كانت ترفدوه تانيك ما يجيكم شباب. حاولوا ديروا كما اللي ندير انا. هايليك ننقش ونغلق، ننقش ونغلق. ان شاء الله تكون واضحه. انا حاولت ندير لكم نوضح لكم اكثر هذا واش قدرت. صدقوني ساهل بزاف، بك فيه شويه تركيز وما تقولوش بلي عيي. مع الوقت كتوالفيه تمتم تنقشاه، ما يشد لكمش بزاف اليد. هايلي كيفاش جاتنا. نزيد معكم حبه ثانيه. نبقى ننقش ديما نقول لكم في هذيك البلاصه اللي تجوزي عليها، هذوك السنين تعاودي ترجعيهم في هذوك الحفره اللي نقشتي فيها. هذيك توالفي تولي هكا تزربي، تولي تسرعي وتبداي تكملي. انا شعلت الفرن تاعي 160 درجه، كل وحده تعرف الفرن تاعها، طيبهم من تحت او تحمرها من الفوق. هاي ليك النتيجه. هنايا ماشي هذاك كيلو، هنا اكثر من الكيلو اللي درت. هذه هي وصفتنا تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم ووضحت لكم. وصدقوني لاباط سهله سهله بالبزاف، ما تخافوش كامل من هذا النقاش. نتمنى تكون عجبتكم وصفتنا تاع اليوم. شوفوا كيفاش يجي طري، وشوفوا الغرس كيفاش يجي لداخل يقعد هكاك طري. هذا هو النقاش. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاعنا تاع اليوم. انا خليته بات ليله كامله باش وريت لكم هذاك الغرس كيفاش يقعد هكاك طري. وتاني كان راني نصور في الليل، سمحوا لي اضاءه كانت ناقصه بالبزاف ما عطاتلوش حقه الفيديو. يعطيكم صحه، نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه واحده اخرى. صحه فطوركم بسلامه، السلام عليكم.